شركة هايد بارك للتطوير العقاري شركة رائدة في مجال التطوير العقاري. أنشئت الشركة سنة 2007، وفي 2013 دخل معانا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشريك ومساهم استراتيجي، وفي نفس الوقت برضو دخل معانا بنك التعمير والإسكان كشريك أساسي. مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بيتكون من 6 مليون متر مربع، تم الانتهاء من تنفيذ 4 مليون متر مربع. أهم ما يميز المشروع هو موقعه على بوابة العاصمة الإدارية، بالظبط على تقاطع شارع التسعين مع الدائري الأوسطي. بيبعد المشروع حوالي 20 دقيقة عن مطار القاهرة الدولي، وبيبعد حوالي 4 دقايق بس من الجامعة الأمريكية. ساكن معانا دلوقتي جوه الكومباوند حوالي 400 أسرة. مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بيتكون من 8 مراحل، إن شاء الله المرحلة الأخيرة منه هتكون خلصانة سنة 2030. الوحدات اللي عندنا بتبتدي من أول الستاند ألون للتوين للتاون. عندنا دوبلكسات بنت هاوسز، شقق سكنية بتبتدي من أول أوضة نوم واحدة لغاية 4 نوم. بالنسبة لخدمات هايد بارك المميزة اللي بقدمها لعملائنا، إدارة 360 وركس هي إدارة للتشطيبات. إدارة التشطيبات بتصمم وبتنفذ تشطيبات كاملة في خلال 6 شهور ومع سهولة في الدفع والأقساط. عندنا نادي رياضي على مساحة 200 ألف متر مربع. بالنسبة للإنترنت تم تنفيذ المرحلة الأولى، وتم التعاقد مع شركتين من أكبر شركات الاتصال في مصر، وجاري التعاقد مع شركتين تانيين علشان يبقى عند العميل اختيار الشركة المفضلة لديه من 4 شركات الموجودين في مصر. ومن أكتر الحاجات اللي بتميز مشروعنا هي البارك دي هي عبارة عن حديقة مركزية على مساحة 600 ألف متر مربع في قلب المشروع. إن شاء الله في خلال النص الأول من 2021 هنكون خلصنا أول مرحلة فيها 105 ألف متر مربع. تم تنفيذ خزان مية سعته 10,000 متر مكعب. في حالة انقطاع المية في أي وقت، عملاء هايد بارك مش هيمروا بالتجربة دي، هيبقى عندهم مية طول الوقت متواجدة. عندنا كوميونتي هايد بارك موبايل اب، دي بتتيح الفرصة للعملاء انهم يكلموا او يتواصلوا في اي وقت بطلباتهم مع الإدارة، والطلب بيوصل في وقتها وبيتم التنفيذ والشغل عليه. إن شاء الله البارك دي هيكون فيها جوجينج تراكس، سايكلينج تراكس، أماكن للباربيكيو، أماكن لليوجا والأوت دور جيم، أماكن للحفلات. من الخدمات المميزة خدمة الأمن متواجد 24 ساعة ومراقب بكاميرات طول الوقت لخدمة وتأمين العملاء طول الوقت في الكومباوند. النجاح الكبير اللي حققناه بطرح منطقة بارك كورنر اللي كانت فيها مساحات مختلفة من الفيلات والتاون هاوسز والتوين هاوسز والشقق. أصدرنا مؤخرا منطقة جديدة اسمها بيكسفيل دي في أحسن مكان وأحلى مكان في هايد بارك نيو كايرو. المنطقة دي على البارك على طول، بتضم فيلات ستاند الون وتوينات وتاونات، وفيها إليفيشن وارتفاعات بتتيح للفيلل ان هي تشوف البارك من اي مكان هي موجودة فيه. هايد اوت من احلى الاماكن والجنينه الترفيهيه موجوده في هايد بارك. هي على مساحه 46 ألف متر مربع. هي مكان مميز مليان خضره وبحيره وزرع مختلف. عندنا ايست ويند مكان الحيوانات الاليفه للاعتناء بيها وتدريبها. هايد اوت فيها كمان تيرف اكاديميه للرياضه. فالمكان هنا مميز ان هو جميل مفتوح، تجربه مميزه مختلفه للاسره وللاطفال. مكان مختلف متميز مليان خضره وزرع. ده أول كلاب هاوس في هايد بارك، واحد من 3 كلاب هاوسز هيبقوا موجودين تحت الإنشاء. الكلاب هاوس فيه مبنيين،
مبنى الأول مخصص للمطاعم، والمبنى الثاني مخصوص للجيم والجاكوزي والسبا. في حمام سباحة. حمام السباحة ده مجهز إن هو يبقى مسخن في الشتاء. في شاشة كبيرة. الشاشة الكبيرة دي بتعرض أفلام ومسلسلات وماتشات لتجمعات الأسر في هايد بارك. الديزاين بتاعه باي مهندسة منى حسين، هي من أحسن المهندسين الموجودين في مصر، وإحنا عاملينه عشان نبسط كل الأسر اللي موجودة داخل هايد بارك.